السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوه ديال الكرافاطه. بسم الله. ناخذ المقادير. عندي هنايا بالنسبه للعقده 500 غرام ديال الفول السوداني او الكاوكاو. كناخذوه كنوضعوه في الفرن حتى كيتحمر، ما نخليوهش يتحمر كتير، ياخذ لون فاتح فقط باش كيجي لذيذ. وبالنسبه للسكر كنطحنوا معاه كاس قل 2 سنتيم، ما نعمروش الكاس. كنطحنوه مع الكاوكاو او الفول السوداني، ما خصناش نطحنوه كتير حتى كيرجع عقده فقط. بالنسبه للعجينه عندي 2 معالق كبار ديال السكر ثقيل، 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، بالاحسن تستعملوا حيوانيه، ربع كاس ماء الزهر، الكيسان ديال الشاي، نصف كأس ماء، الماء العادي ديال الشرب، 500 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات، بسم الله، وقرصه ديال الملحه. بسم الله. نبداو الطريقه. كنوضع الدقيق، كنزيد عليه الزبده 125 غرام لينه، وضروري توضعوا قرصه ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال السكر ثقيل. غادي نخلط الدقيق مع الزبده جيدا حتى الدقيق كيتشرب الزبده باش كتجي بحال العجينه المورقه، كتجي هشيشه. كتشوفوا هي رجعت بحال الكسكس. راني ضفت الماء الزهر ونصف كاس ديال الماء. انا هنا الدقيق خدا ليا نصف كاس ديال الماء، نتوما على حسب الدقيق، ممكن ما ياخذ لكمش نصف كاس، ممكن اقل، ممكن ياخذ لكم نصف كاس، على حسب الدقيق واش يتشرب ولا لا. ما تعجنوش العجينه، غير جمعوها فقط باش كتجي هشيشه. غادي نخليها جانبا ترتاح، نغطيها ببلاستيك. بالنسبه للعقده غادي ناخذ هنايا فول سوداني، كنطحنو في الطحانه ديال العطريه او ديال اللوز، كنزيد السكر شويه بشويه وكنبقى نطحن. ضروري ما تطحنوش الفول السوداني جيدا، ما خصناش يجي سائل، خصو يجي شويه عاقد باش ملي نوضعوه في العجينه ما يخرجناش مع الجوانب. ضروري هاد النقطه للمبتدئات. شوفوا العقده هي طحنتها، خصها تبقى هكا عاقده، ما تطحنوهاش حتى ترجع سائله. كنأكد خصها تبقى هكا، يعني مجموعه باش ما تخرجناش من العجينه. كتشوفوا القوام ديالها هكا خصها تبقى. غادي نخليها جانبا وندوزو نطلقوا العجينه. العجينه راها ارتاحت في بلاستيك، غادي ناخذها نقسمها على 2. كنطلقوا العجينه ما بين 2 بابي سلفيغيزي، ورق الزبده او بلاستيك او سيليكون على حسب الاختيار. انا غادي نطلقها. هاني طلقت واحد القطعه ديال العجينه. غادي ناخذ الفول السوداني، العقده ديال الفول السوداني، وحتى هي غادي نطلقها مربع، وغادي نوضعها فوق العجين. بالنسبه للون ديال الفول السوداني بحال اللي كتباع في المغرب في بلدي الحبيب، كيوضعوا فيها القرفه. نتوما على حسب، انا ما بغيتش نوضع فيها القرفه. ممكن الا بغيتوا اللون بني غامق ممكن تزيدوا واحد المعلقه ديال القرفه على حسب الذوق. ما ترقوش العقده ديال الفول السوداني. هاني خديتها وضعتها فوق العجينه. كتشوفوا غادي نحيد ورق الزبده، غادي نقطع الجوانب نتاع العجينه الزائده، وكنوصل العقده الجوانب. غادي نطلق العجينه الباقيه مربع،
ونوضعها فوق العقدة. هذه الطريقة سهلة، بالأحسن نعملوها هكذا. غادي نحيد لها الجوانب، نعملوها مربع وكنقطعوا أشرطة فيهم سنتيم وشوية، يعني ما يجوش غلاض وما يجوش رقاق. كاين اللي كيدير فيها 2 سنتيم، انا كتعجبني شويه رقيقه على حسب الاختيار. وضعت هنا فيها 1.5 سنتيم. وكنقسمها في الوسط، كنعمل اصابع. كناخدو الاصابع ديال الحلوى وكنلويو هكذا. كتشوفوا الصوره ساهل، هذا الشكل ساهل، غير كنلويو 2 مرات فقط. كتلاحظوا في الصوره بغيتوها شويه عريضه ديروا فيها 2 سنتيم. وبالنسبه للعقده راني قلت لكم الا بغيتوها اللون غامق، بني غامق، ديروا معلقه ديال القرفه بحال اللي كتباع. غادي نستمر نكمل العجينه كامله، نوضعها في صفيحه الفرن. كتشوفوا الشكل ديالها. بالنسبه هنا للجوانب ضروري تضغطوا ملي كتوضعوها في البلاطو ديال الفرن، كتضغطوا على الجوانب. غادي نستعمل الفران، راني شعلت له على 180 الفوق والتحت. كنخليها حتى كطيب، كتاخذ لون مذهب فاتح، وكنتلاقاو مع الشكل النهائي. هاني كملتها، هو الشكل ديالها. بالنسبه كما قلت لكم العقده هذه ما جاتش بحال اللي كتباع. هنايا في هاد الخطوط اللي كتباع كتكون اللون ديالها بني غامق، هما كيوضعوا فيها القرفه معلقه صغيره. انا ما بغيتش نوضع فيها القرفه، وانتم على حساب الاختيار. شوفوا العجينه كتجي هشيشه ومقرمشه، كتجي رائعه ولذيذه. هاد الحلوه قديمه، حتى هاد الحلوه قديمه كانوا كيديروها زمان. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وشكرا على المشاهده.
la la